أول ما بتسمع اسم عباس بن فرناس غالبا بيجي في خيالك صورة راجل مجنون ركب شوية ريش ونط من فوق جبل ووقع مات، صح؟ الحقيقة إن الصورة دي أبعد ما يكون عن الواقع، والراجل ده اتظلم تاريخيا مرتين. ابن فرناس ما كانش هاوي، ده كان عالم موسوعي وشاعر وفيلسوف. هو أول واحد في التاريخ صنع القبة السماوية، وكان بيخلي الناس تشوف النجوم والبرق والرعد بصناعة يدوية مذهلة في القرن التاسع. لكن قمة الإبهار كانت إن ابن فرناس صمم القبة السماوية الكاملة دي في بيته، سقف متحرك بيبين حركة النجوم والكواكب والأبراج السماوية طول الليل والنهار، وكل ده بقوة المية وبحسابات فلكية وميكانيكية دقيقة جدا. دي كانت حرفيا أول سينما فلكية في التاريخ، بتخليك تسافر للفضاء وانت قاعد في بيتك. عارف الرمل اللي بنمشي عليه؟ ابن فرناس هو أول واحد استنبط طريقة لتصنيع الإزاز الشفاف من الحجارة والرمل، وده اللي فتح الباب بعد كده لصناعة العدسات والنظارات. ولما قرر يطير ما كانش بينط وخلاص، ده درس حركة الطيور وعمل تصميم هندسي لكسوة من الحرير والريش، وفعلا طار لمسافة محترمة جدا قدام جمهور كبير في قرطبة، وفضل طاير لفترة. المشكلة ما كانتش في الطيران، المشكلة كانت في الهبوط. ابن فرناس مركبش ديل لبدلته، وده اللي خلاه يقع ويتصاب في ظهره، لكنه ما ماتش فورا زي ما الإشاعة بتقول، ده عاش بعدها سنين بيكمل أبحاثه. وبعده بقرون في أوائل القرن العشرين جه الأخوين رايت، هما اللي قدروا يحققوا حلم الطيران بمحرك وبتحكم كامل في الطيارة. لكنهم ما بدأوش من الصفر، هم بنوا على أبحاث وتجارب علماء كتير سبقوهم، منهم عباس بن فرناس اللي حط المبادئ الأولى لعلوم الطيران. ابن فرناس هو اللي حط حجر الأساس لعلوم الطيران، ولولا محاولته الجريئة دي كان يمكن البشرية اتأخرت قرون عشان تقدر تلمس السحاب. وده كان بطلنا المظلوم في الحلقة دي من سلسلة لولا هذا الشخص. تحب الحلقة الجاية تكون عن مين من عمالقة حضارتنا المنسيين؟ قولي في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بشير وسبسكرايب عشان نكمل الرحلة.